السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نكتب جمل بالإنجليش عن الطقس في مصر. هنكتب باراجراف عن ال weather in Egypt، الطقس في مصر. هنكتب كذا جملة وكذا فكرة، وركزوا معايا ويلا نبدأ. الباراجراف ده مهم جدا لصفوف كتيرة وخصوصا 5 ابتدائي. فهيجي يقول لي اكتب 5 جمل، اكتب 50 كلمة، على حسب هو طالب بالظبط كام جملة. وهنكتب مع بعض كذا جملة وكذا فكرة، وانت خد الأفكار اللي تلاقيها سهلة بالنسبة لك. خلاص، ونظم كده أفكارك وانت بتكتب. أول حاجة العنوان اسمه ايه؟ The weather in Egypt. طيب ممكن اخد اي من العنوان واعمل جملة، اقول ايه؟ I like the weather in Egypt. أنا أحب الطقس في مصر. I like the weather in Egypt. عايزين بداية تانية، ممكن نقول إحنا عندنا تنوع جيد للطقس في مصر، والجملة دي حلوة جدا نبدأ بيها. وطبعا قبل ما نكتب إحنا عارفين إن إحنا نراعي التنظيم والشكل بتاع الباراجراف. أول سطر بنسيب مسافة كلمة في أول سطر. أول كلمة أو أول جملة عموما بيكون capital letter. لو في أسامي شهور، أسامي دول، أسامي أيام الأسبوع بنكتبها كابيتال، وهكذا. تعالوا بقى نكتب أول جملة زي ما قلنا. we have، نبدأ بالفاعل. we have، نحن نملك، لدينا يعني. a nice variety، تنوع جيد أو جميل of weather in Egypt. we have a nice variety of weather in Egypt. اوكي، واي جمله نبتدي بيها تكون من فاعل وفعل subject و verb. بعد كده عايزه بقى ادخل اشرح له الطقس في مصر. هقول له درجه الحراره احيانا بتوصل ل50 درجه في بعض الاماكن زي الصحراء مثلا. هقول له temperature، درجه الحراره goes to، بتصل الى 50 degrees in some places. تاني، temperature goes to 50 degrees in some places. بعد كده عايزة أقول له إن الصيف عندنا حار والشتاء بيكون بارد. هقول له نحن نملك we have hot summers. الصيف، أي صيف بيمر علينا بيكون hot and cold winters. والشتاء، فصول الشتاء دايما بتكون cold. بعد كده عايزة أقول له الصحراء بقى ليها climate خاص بيها، يعني مناخ مميز. هقول له برضو أبدأ بالفاعل، وطبعا الفاعل هيبتدي بحرف capital. desert، الفعل has. desert have a special climate. الصحراء لديها مناخ مميز أو مناخ خاص. طيب إيه المناخ الخاص ده؟ هقول له in the desert، في الصحراء. it's very hot in the day. الجو بيكون hot، يعني حر. it هنا يعني الجو is very hot، بيكون حر in the day، في وقت النهار. and very cold، وبيكون بارد جدا at night، في وقت الليل. اوكي. بعد كده هقول له عندنا في اسكندرية، يعني في مصر عموما اكتر مدينة بيكون فيها شتاء كتير اسكندرية. هقول له it rains، الجو بيشتي يعني. it rains a lot، كثيرا. in Alexandria، الدنيا بتشتي اكتر في اسكندرية، وعلشان كده اسكندرية بتكون مدينة خضراء. هقول له so it's very green، بتكون خضراء جدا. وممكن ما اكتبش الجزء ده، بس انا بعرفه ان من كتر الشتاء في اسكندرية فهي بتكون مدينة خضراء. مدينة من كتر يعني فيها زراعة كتيرة، علشان او اشجار كتير، علشان فيها مطر كتير. طيب افكار تاني ممكن نكتبها؟ ممكن اتكلم عن نفسي، انا بقى بعمل في فصل الصيف، بعمل في فصل الشتاء، الفصل المفضل بالنسبة لي. فانا هقول I drink a lot of water in extreme heat. I drink، انا بشرب الكثير من الماء عندما تكون درجة الحرارة عالية، او في الموجة الحارة الشديدة. اوكي. طيب بعمل كمان في الصيف؟ بلبس ملابس يعني cool، خفيفة او منعشة. هقول I wear cool clothes. I wear cool clothes in summer. طيب وفي الشتاء؟ I wear sweaters and coats. بلبس سويتر أو معطف coats، بلطو يعني in winter، في الشتاء. والجملة اللي احنا كنا قايلين عليها I like the weather in Egypt. طيب في الآخر عايزة أقول له أنا بحب مثلا الفصل معين أو بفضل فصل معين. هقول له my favorite season is summer. my favorite season is summer. فصلي المفضل بيكون الصيف.
دي أهم الجمل اللي كنت عايزة أكتبها معاكم عن الطقس. طيب لو عايزين نزود جمل أكتر ممكن نكتب إيه كمان؟ ممكن نتكلم عن العاصفة الترابية، العاصفة الرملية. مثلا ممكن أقول له in the sandstorm، في العاصفة الرملية I close the windows، أنا بقفل الشبابيك. ممكن تاني أقول له إيه in the dust storm، في العاصفة الترابية I don't go outside، أنا مش بخرج، ما بقدرش أخرج برا. اوكي، وكذا حاجة بقى ايه جمل مشابهة او افكار زي دي ممكن نكتبها ونزودها على الجمل الموجودة دي. ويا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا ان شاء الله في باراجرافات تانية. مع السلامة.